الأكبر وديع البكر. طبعا الفنان جورج وسوف كان تزوج من سيدة بزواج مدني في العاصمة الفرنسية، بسبب ان اهلها كانوا رافضين الزواج ده، وطبعا نتج عن الزيجة ديت ابنه البكر وديع اللي كان بيعتز بيه وكان اقرب شخص ليه، وكان دايما بيسنده وكان دايما جنبه. وطبعا الموضوع اثر تأثير قوي جدا في جورج وسوف اللي كان بالامس في حفل تريو نايت بالسعودية. طبعا سبب الوفاة ان ابن جورج وسوف خضع لعملية تكميم معدة منذ اسبوع او اكثر، وطبعا كان من مضاعفات العملية ديت هو نزيف، وطبعا اعلن ان هو دخل المستشفى في غيبوبة بسبب هذا النزيف. وطبعا اعلنوا رجعوا تاني واعلنوا امس وفاته عن طريق نيشان المذيع المشهور المعروف. وطبعا يقام العزاء زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو، وطبعا الصلاة هتبقى عليه بكرة ان شاء الله يوم الاحد. ربنا يرحمه برحمته. طبعا الفنان جورج وسوف كان غالبا كان هو وابنه لا يفترقوا، هو كان دايما مساند ليه في مرضه ودايما معاه في اكثر حفلاته. طبعا الموضوع مؤثر، وبنقول للفنان جورج وسوف البقاء لله وربنا يرحمه ويشد حيلك.